ماما يعني صح؟ ماما ما بتعرفش تعمل كحك. ماما كانت بتعمله كان تحفه. مفيش كان احسن منه يعني. لا تسلم ايديك. لا ما فيش منه الوقت خلاص، ربنا ما يتعوضش بجد. كلام قديم قوي، كلام قديم جدا. ما تعملش كحكه بصراحه، نشتري جاهز. ماما ما بتعرفش تعمل كحكه. كان بيطلع منها ناشف وحاجات غريبة كده، بس يعني عادي بيتاكل. بنعمل البسكوت وبنعمل المبسوس وبنعمل ابو عبوه وبنعمل كل حاجه حلوه. ماما طبعا كحكها جميل جدا، بتعمله وارخص من المحلات دلوقتي. كيلو الكحك سمعت وصل 50 جنيه وحاجه و70. والله العظيم ما الاقي زيه، اقسم بالله وحياة صيامي ما هلاقي زيه. يعني عمتي بتعمل نفس الكلام وبتاع، كل سنه لازم الكلام ده ونروح الفرن والكلام ده، بس يعني امي حاجه تاني. كان في متعه اكتر، خاصه كمان ان الكحك دلوقتي والحاجات دي سعرها غالي قوي وبقت 400 جنيه و300 جنيه. يعني ان احنا كنا نقعد نلعب بالعجينة، واقعدي بقى اعملي المكنة دي عشان نطلع البسكويت مش عارفة اعمل ازاي، وقاعدين بقى يوم كامل تحس ان انت قاعد وسط دقيق وملبن وحاجات غريبة كده. طول الليل نقعد نضحك سهرانين. انا فاكر بقى اللي هو التعب بتاعنا احنا اللي كنا نروح نقضي السجارات ونجيب السجارات والكلام ده. دلوقتي مفيش تعب، بنجيب على طول حاجه جاهزه، بس كان زمان احلى. بتفرح بفرحه العيد كده، تروح تودي صواني وتجيبها، دي حاجه جميله. كانت ايام جميله جدا. كان لما يعملوا مثلا المسلمين الكحك والبسكوت يخبطوا على الشقق جنبهم المسلمين ويديهم كل واحد طبق كبير كده وسيرفيز فيه كحك وفيه بسكوت وبتشفور وغريبه والكلام ده كله. كانت ايام حلوه، وكانت الناس كلها المسلم والمسيحي بيسالوا على بعض. وجميل، ايام حلوه والله. كل سنه وانتم طيبين.